مثل ما كلنا نعرف، أمراض القلب هي السبب الأول للوفيات حول العالم. عشان جذي، الوقاية خير من العلاج، وفحوصات الصحة الوقائية تساعد على تقليل أمراض القلب وتمنع عواقبها الخطيرة. عشان جذي، الفحوصات الصحية الوقائية لازم تبدأ من وقت مبكر في الحياة، مو في منتصف العمر أو عند الكبار في السن. فعادة عوامل الخطر لأمراض القلب تكون مثل السكري، ارتفاع ضغط الدم، وعوامل ثانية مثل التدخين والعادات الغذائية غير الصحية. وكله الأشياء لازم نقللها، والفحوصات الصحية مثل قياس ضغط الدم لازم تبدأ تقريبا من عمر 18 سنة. وبنفس الوقت تبتدي تفحص الدهون ومستويات الكوليسترول الغير طبيعية وكله الأشياء. وبناء على هالكلام، بنفس الوقت تحص إذا عندك سكر بعد. فبناء على التقارير الأولية، نخطط للزيارات القادمة والفحوصات اللاحقة، وعادة إذا النتائج الأولية كانت طبيعية عند الشخص الطبيعي، ترتب الفحص الجاي بعد 3 إلى 5 سنوات. لكن إذا في شيء غير طبيعي، غالباً يحتاج متابعة دقيقة لكل هالمؤشرات، ولازم تكون تحت السيطرة. إذا اكتشفنا إن عندك ضغط مرتفع، لازم يكون هدف ضغط الدم عندك في المعدل الطبيعي. وإذا كان عندك كوليسترول مرتفع، لازم تسيطر عليه سواء بالأكل أو بالأدوية. وإذا اكتشفنا عندك سكر، لازم تسيطر عليه بالأدوية والنظام الغذائي المناسب وكل هالأمور. فعشان جذي، الفحوصات الصحية الوقائية الشاملة تساعد وأيد، وأنا أشجع وأطلب من الجميع إنهم يبادرون ويسوونها لفحوصات في العمر المحدد، يعني بالوقت اللي ينصح فيه به العمر. فأرجوكم استفيدوا من هذه خدمات عشان نقدر نمنع بشكل كبير حدوث مشاكل قلبية خطيرة بالمستقبل. شكراً.